بيخطئ الكرة، وأمين عمر لن يتردد ولم يتردد في الدقيقة 60 هو يحتسبها. هي ركلة الجزاء رقم 113 في بطولة الدوري الممتاز بعد ما أخطأ أسامة إبراهيم. الكرة كان مغمض عينيه وخبطت الكرة بالإيد اليمنى، ويحتسب أمين عمر ركلة جزاء في الدقيقة 60 لمصلحة الداخلية. مباراة مثيرة، وحتى الآن الحوار مستمر، والحوار شائك وحوار على بعد 11 متر. محمود منصور المرة دي هو اللي هيتصدى لركلة الجزاء. منصور والشناوي داخل منصور وبيحط جول 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 ثالث وهدف ثالث لفريق الداخلية في الدقيقة 62. يعلن تقدمه من جديد على الفارس الأبيض بعد تنفيذ أمثل حطها في نص المرمى اللاعب محمود منصور، بعد ما اتحرك الشناوي على الجبهة اليسرى حطها له في نص المرمى مباشرة محمود منصور عشان يعلن تقدم الداخلية من جديد في الدقيقة 62 مشاهدينا، وتصبح النتيجة 3 الداخلية 2 نادي الزمالك. 5 أهداف في ساعة كاملة من الحوار الرمضاني والسهرة الرمضانية اللي بتجمع الزمالك والداخلية. 3-2. هنشوف فكر أوجوستو إناسيو ايه بعد ما عاد وتقدم فريق الداخلية من جديد. أسامة إبراهيم، علي جبر، محمد مجدي، كرة من معروف يوسف، تحرك من ستانلي كان عايز يلعبها